حضرتك انا جوزي اتجوز عليا، ايوه وانا حضرتك مش مستحمله الوضع، طيب وقعدنا شهرين ونص، يعني يعتبر هو في اوضه وانا في اوضه، بعاد عن بعض، ما فيش اي علاقه. وفي الاخر قلت له لازم تطلقني. راح حلف، خليته يحلف على مصحف ان هو في شهر واحد يكون العيال، يعني اولادي يكونوا خلصوا امتحانات الترم، انه يطلقني. بس احنا ما الوضع استمر شد وسحب بيني وبينه، وفي شهر 11 راح مطلقني، وحاول يعني يحاول معايا ان نرجع تاني. فرجعنا في شهر 12 وقال لي جربي ان احنا نعيش مع بعض، يعني كزوج وزوجه، ويكون معايا زوجه تانية. وانا دلوقتي قلت له لا، لازم نرجع نتطلق تاني، انا تعبانه، ولدرجه انا بروح الدكاتره النفسيه وباخد مهدئات وباخد منوم عشان اقدر انام، ولدرجه عازله نفسي بعيد حتى عن اولادي في اوضه لوحدي، مش قادره. فبيقول لي لا انت كده طلاق، انت كده تعتبري يعني مذنبه لما تطلبي الطلاق. فانا عايزه حضرتك ترد عليا. يعني هل المرأة التي تريد الطلاق من زوجها لعلة أو تريد الاختلاع من زوجها لعلة تأثم؟ لا تأثم. هناك حديثان لعله يستند إليهما. خلاص يا عبد الرحمن، لا فائدة. الحديث الأول حديث المختلعات هن المنافقات ولا يصح. والحديث الثاني أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة لا يصح. طب هو حضرتك واسمع حرام الكلام عليا؟ انا الآخر دلوقتي لو سمحتي باليومين الثلاثه ما بنامش، وباخد منومات، ولدرجه الدكاتره بتكتب لي برشام لو سمحتي اسكتي. بدور عليه برشيم اكتئاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت فهمتي حاجة ولا ما فهمتيش؟ فهمت حضرتك. أمال انا على بتكلمني؟ اساس حضرتك ترد عشان انا الاجابه دي هخليه هو يسمعها، لان هو مصر. طيب سيبيني أتكلم للآخر. تقعدي في اوضه وانا في اوضه وكده، نبقى جوز على ورق. أعوذ بالله. اقعدي عشان العيال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أخت اصبري، تكلم نعطي الإجابة حقها يا أختي. اتفضل حضرتك. قلت وبالله التوفيق. لا إثم على المرأة إذا لم تتحمل المعيشة وطلبت الخلع من زوجها. والحديثان المذكوران في الباب أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، والآخر المختلعات هن المنافقات ضعيف. هذا ضعيف وهذا ضعيف. والله يقول فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وجاءت المرأة إلى رسول الله تقول يا رسول الله لا أنقم على زوجي ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره ففرقها. فلا إثم على امرأة كرهت المعيشة أن تطلب الفراق. يبقى النظر. اسمعي الكلام يا أختي، اسكتي. كلم الكلام مش ليكي الكلام، خلاص أنت انتهي على جنب. أكلم المسلمين. تفضل حضرتك. يبقى النظر في التخارجات المالية. هل طبعا في حال الخلع سترد إليه صداقه أو ما يتفقان عليه. في حال الطلاق للضرر، إذا ثبت الضرر ستأخذ كل مستحقاتها كمتضررة. لكن من يقدر أنه ضرر أو خلع، طلاق للضرر أو خلع، الذي يسمع من الطرفين هو الذي يقدر ذلك. وبعد ذلك كله نقدم الوصية للزوجين كما وصى الله تعالى إذ قال والصلح خير. فالصلح أولى من الفراق، وإن تنازلت المرأة عن شيء من حقها أو تنازل الزوج عن شيء من حقه الصلح خير، والله أعلم. أما إذا اتفقت المرأة والزوج اتفقا على أن يبقيان منعزلين، تراضيا بذلك أفضل من الطلاق، فلهما ذلك أيضا، وليس ثم ما يمنع ما دام متراضيين، والله أعلم.